السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله تمام. وياكم حسين الجواد من قناة حسوني المحبوب. راح احكي لكم قصة حقيقية صارت بين شاب من اهل الناصرية من الشطرة وبنية من اهل كربلاء. اسمعوا القصة للنهاية وان شاء الله تعجبكم. طبعا الولد مواليد 2000 والبنية تقريبا بقده. طبعا ابو الولد شيخ عشيرة وابو البنية هم كذلك. كانت اكو صداقة بين ابو البنية وابو الولد، فتصير زيارات بين زيارات. الولد شاف البنية وحباها بس ما صارح بحبه. طبعا جاي احكي لكم قبل 4 سنوات تقريبا. بعدين ورا مدة الولد صارح البنية بحبه الها، وهي كذلك طلعت تحبه، بقى على تواصل وياها بدون ما احد يعرف بحبهم. مرت الايام ودارت السنين وابو الولد توفى، فصار الولد على الولد عمه. احد الايام البنية اتصلت على الولد، قالت ولد عمي يريدون يخطبوني، كلم اهلك وتقدم لي، لان كان الحب اللي بينهم ما ينوصف ابد. راح الولد كلم اهله بالموضوع ووافقوا يروحون يخطبون البنية. فراحوا من الشطرة لكربلاء الاهل البنية، خطبوا البنية ورجع للشطرة وانتشر الخبر. من سمعوا ولد عم البنية اتصلوا باهل البنية وهددوهم. اهل البنية اتصلوا على اهل الولد وحكوا لهم سالفة ولد عمها وشنو يسوون. ولد عم البنية اتصلوا على الولد وهددوه، اتصلوا وهددوا اهل البنية وهددوا الولد. والبنية اتصلت على خطيبها وقالت له اذا ما صرت من نصيبك انتحر، يعني لان كان حكم قوي. فالولد اكيد ما راح يعوفه، لان حب 4 سنوات تقريبا او اكثر. كانوا مقررين يوم الزواج يصادف 2019 شهر الثاني يوم 10، يصادف يوم الأحد. فالولد يوم الجمعة راح البيت البنية وتحدى كل الناس وجابها للناصرية، وفعلا يوم الأحد تزوجوا مثل ما وعدته ان زواجهم يكون يوم الأحد. يوم الأحد تزوجوا وحاليا عايشين حياة سعيدة وربي يحفظهم. خلصت القصة ونهايتها سعيدة أكيد. فمن هاي القصة نتعلم بأن الشخص اللي يحب لازم يصبر ويتحمل كل شيء وما يضحي بحبه مهما ضاقت بيه الأيام. راح يجي الفرج أكيد، واللي كاتبه إلك ربك راح يجيك يوم. ولا تستعجل على رزقك، لأن كل شيء كاتبه إلك الله راح يصير لك. ولا تستعجل من تختار، ولا تغرك المظاهر. نوصل لنهاية الفيديو هنا. لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة، واللي جاي من طرف عبودي كريم أهلا وسهلا بيك.